وقال على رأي المثل: يا واخد القرد على ماله يروح المال ويبقى القرد على حاله. عارفين ايه الفرق بين الجوازة والصفقة؟ ان الصفقة لو خسرت البيزنس بيقفل عادي، بس الجوازة لما بتخسر انت بتفضلي لابسة فيها طول عمرك. تخيلوا واحدة وافقت على عريس عشان البرستيج والشركة والفيلا اللي في التجمع. اول سنة جواز كانت صور السوشيال ميديا تجنن وعايشة حياة الملوك من بره، بس من جوه هي عايشة مع شخص فقير جدا في مشاعره، ما بيسمعهاش، مش شايفها حتى، وما عندوش حتى ريحة التفاهم. لما المظاهر ما بقتش تشدها لقت نفسها محبوسة مع شخص هي حتى مش طايقة تبص في وشه، وفلوسه الدنيا ما صلحتش كسرة قلبها. في علم العلاقات احنا بنتعلم انك لو عملتي صح على خانة الفلوس وبس ونسيتي خانة الشخصية من جوه، فانت بتشتري غلاف فاضي من بره. الفلوس مهما كانت مهمة، بس في مشاعر واحتواء مش بتعرف تشتريها، واللي فلوسه كتيرة بس طبعه صعب هتروح زهوة الفلوس وهتفضلي طول عمرك عايشة وشك في وش القرد.